لنفسك بقى. أيوة أنت، اوعى تفكر نفسك غبي، لأنك شايف كل حاجة بوضوح، وعارف كويس إنك مش قادر تمشي، وإنت شايف الإهمال والبعد والوجع، ومع ذلك لسه واقف. عندك قلق دايما من فكرة البعد. في حاجة جواك مش مستعدة تقفل الصفحة، وأوقات بيجيلك تضارب في المشاعر. بتبقى شايف كل ده وعقلك واخد قرار يمشي، لكن في حاجة غريبة قوي بتحصل. تبدأ تقول والذكريات، أصل كان في حاجة بينا، ذكريات حلوة، أصل هو صعبان عليا. وتبقى حاسس بصراع داخلي جواك بين عقلك اللي رافض وقلبك اللي بيقول مش قادر أجرحه وأسيبه زي ما جرحني، أو بتقول أنا مش عايز في الآخر أطلع أنا اللي وحش، وتفضل تدي فرص وتقول يمكن بكرة، يمكن يتغير، يمكن الظروف، لأنك مش مقتنع. لكن في جزء جواك كان بيرفض يصدق إن اللي بتحسه ممكن يخلص، وعقلك بيفضل يحارب. وفي حتة جواك بتقول أنا مكسور، مش قادر أكمل، وحاجة تانية مش مستعدة تقفل الصفحة. وده اسمه تناقض بين الإدراك والارتباط العاطفي. العقل شايف الحقيقة، لكن العاطفة رافضة تقبلها، لأن العقل بيتعامل مع الواقع، لكن القلب بيتعلق بالأمل، والأمل أحياناً بيعيش أطول من الحقيقة نفسها. وهنا بيتحول لتعلق مرضي، لأنك ما بقيتش بتدور على حياة، انت بقيت بتدور على مسكن لألمك من خلال شخص ما بقاش موجود. لما تتعلق لدرجة انك ما تعرفش تقول لا، وتتنازل عن مبادئك أو قيمك عشان ترضي شخص، يبقى الحقيقة مش انك لسه متعلق بيه، انت متعلق بالإحساس، الإحساس اللي كان موجود أول مرة، اللحظة اللي حسيت فيها إنك مهم، إنك متشاف ومش لوحدك. ومن ساعتها أنت مش بتدور على الشخص، أنت بتدور على الإحساس ده يرجع تاني. وأصعب لحظة إنك تقعد مع نفسك فجأة وتحس بشفقة على نفسك، عشان تكتشف إنك ما كنتش بتعيش علاقة كاملة، كنت بتعيش لحظات وإنت بتكمل الباقي في خيالك. وتفهم إنك مش خسرت شخص بس، إنت خسرت إحساس كنت فاكره ثابت، وهو كان بيختفي بهدوء. ومع الوقت العقل بيعمل حاجة غريبة، يمسك في اللحظات الحلوة الصغيرة ويكبرها ويخليها أقوى من الواقع كله، وتبقى مش قادر تستوعب إن الإحساس اللي كان بيديك الأمان بقى بيسيبك تدريجيا. خليني أسألك، لو نفس القصة دي فضلت زي ما هي، هتقدر ترتاح؟ ولا كل يوم هتفضل مستني حاجة جواك عمرها ما بتيجي؟ وخليني أسألك كمان، انت بتحب الشخص ولا بتحاول تحافظ على الإحساس اللي خلاك تحس بإحساس جميل في الأول؟
مش مطلوب منك غير إنك تبص بصدق. أنت بتتعامل مع نفس الشخص ولا مع الذكرى اللي جواك عنه؟ مجرد بقايا أول إحساس كنت فاكره هيفضل. في ناس بنفضل مستنيينها مش لأنها ترجع، لكن لأننا مش قادرين نصدق إنها انتهت. وفي لحظة بنكتشف إننا ما كناش مستنيين حد، كنا مستنيين إحساس خلص من بدري وإحنا فضلنا نعيش لوحدنا. الشخص اللي كنا مستنيينه يرجع ما كانش هو المشكلة. المشكلة إننا كنا بنتغير عشان نقدر نستحمل غياب. أصعب حقيقة ممكن تواجهها هي إنك تكتشف إنك حبيت ذكرى، صورة في خيالك. في النهاية مفيش حد بيقدر يهرب من الحقيقة. انت ممكن تخدع عقلك ب100 عذر، بس في لحظة هتقف قدام المراية وتكتشف انك بتخدع نفسك. سيب الصورة دي تروح. العلاقة دي انتهت جواك قبل ما تنتهي في الحقيقة. النهاية مش في إنه ما بقاش هو، النهاية في إنك تختار إنك ما تبقاش السجين والسجان في نفس الوقت.